بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده كحك العيد او كحك العروسه اللي كنا بنعمله زمان كده ايام افراحنا. بجد كان ليه اجواء كده جميله قوي. كنا بصراحه بنحس بالفرحه لما نعمل الكحك، وخصوصا الكحك المدور. هنعمله النهارده بطريقه سهله قوي وبسيطه، والعجينه بتاعته هتقدروا ان انتوا تعملوا بيها كل انواع الكحك والقراقيش والقرص بعجوه وحاجات كتيره قوي. بصراحه العجينه سهله جدا وخطواتها بسيطه، يعني احنا هنعملها كلها في الخلاط، في كبه الخلاط، وهتشوفوا كده الكحك هيطلع معاكم ناعم وهش وخفيف. بجد هيعجبكم قوي. هنشوف كده الخطوات مع بعض. معايا هنا شمر وينسون، انا هفرمهم في الكبة بعد ما احمصهم في الطاسة، وهاخد منهم نص معلقة صغيرة، وبحتفظ بالباقي في الفريزر. معايا نص كوباية مية وممكن لبن ومعلقة صغيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وبقلبهم كده وبسيبهم على جنب. معايا 4 كوبايات من الدقيق وكوباية سمنة، وممكن سمنة على زيت تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهنا نص معلقة صغيرة من الشمر واليانسون اللي انا طحنتهم، وده اختياري طبعا. بفرمهم بقى كده، بفرم العجينة في الكبة لحد ما تنعم بالشكل ده. وبعد كده بضيف الخميرة مع السكر مع المية، ومش هنزود عن نص كوباية لحد ما العجينة تلم معانا بالشكل ده. بتكون ناعمة جدا، وكمان العجينة نفسها سهلة التشكيل. تقدري تعمليها بأي شكل انت عايزاه. ممكن تعمليها مدورة، ممكن بحشوة العجوة، ممكن تعمليها قراقيش، ممكن. بصراحة العجينة دي تقدري تعملي بيها كل حاجة. بضيف بقى السمسم حوالي معلقتين وبقلبهم بالراحة مع العجينة. مش بحب احطهم مع العجينة في مرحلة الكبة عشان ما يتفرمش قوي كده. بتحس بطعم السمسم اكتر. بتقلبيهم بقى كده بالراحة خالص، مش عايزة بقى عجن في المرحلة دي. شوفوا العجينة بتتقطع بسهولة وسهلة التشكيل. تقدري تعمليها مدورة وتنقشيها، ممكن تحشيها ملبن، تحشيها عجوة، آه، يعني ممكن قراقيش. العجينة دي تنفع لكل حاجة. فأنا قررت بقى أعيش في أجواء زمان، وأيام ما كنا بنعمل كده كحك العروسة، وكان بيبقى فيها كده لمة، وبصراحة كان بيبقى لها فرحة حلوة قوي. فحبيت ان انا اعمله على شكل الكحك اللي هو بتاع زمان، وبنقشه بقى كده. انا عملت الكمية كلها يعني في الصينية عشان تبقى سهلة عليا، وبنقشهم مرة واحدة. شوفوا سهل جدا. بتحركي بقى الصينية كده وانت بتنقشي بتخلصي. لو كمية كبيرة تخلصيها على طول. شوف ثواني كنت مخلصة الصينية دي. بسيبها بقى تخمر يعني حوالي ساعة كده. كان بقى حتة عجينة صغيرة هعملها كده زي صوابع منقوشة. ممكن برضو تعملها قراقيش، بس انا قلت عشان اعملهم كلهم منقوشين برضو بنفس الحجم. عملت 3 صوابع كده عشان اكمل الصينية. بسيب بقى الكحك ده يخمر حوالي ساعة أو ساعة ونص، على حسب ما تحسي كده إن العجينة خمرت معاكي. طبعا هو العجينة الناجحة بتخمر، بس بتفضل النقشة زي ما هي. وندخل بقى الصينية على فرن
درجة حرارته حوالي 180 في الرف الأوسط. بياخد بالظبط من تلت ساعة لنص ساعة. بشغل المروحة، أو لو ما عندكيش مروحة بتشغلي الشواية آخر 5 دقايق. بيطلع بقى بالشكل ده، بجد حلو قوي، والكحكة خفيفة جدا. وده أكتر حاجة بتعجبني في الكحك أو القراقيش، إن يعني القراقيش بتبقى أو الكحك بيبقى خفيف وهش جدا وناعم. يعني شوفوا كمان لما بكسر الكحك كده ناعم جدا. شوفوا ناعم وهش. بجد عجينة سهلة جدا، وتنفيذها كمان بكل سهولة في 5 دقايق بالظبط. هتحط الدقيق على الخميرة على السكر في الكبة بكل سهولة. دي كانت وصفتنا النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.